كلنا أكيد اتحطينا في مواقف بنحس فيها إن الشغل بيزحف كده خطوة ورا خطوة، وبنتمنى لو في زرار سحري ينجز كل ده. طب إيه رأيكم لو قلتلكم إن الزرار ده موجود فعلا؟ يلا بينا نفهم الحكاية دي. تخيلوا معايا السيناريو الحزين ده. قررتوا تعملوا عشاء فاخر. تبدأوا بتسوية قطعة ستيك بتاخد لها ربع ساعة كاملة. خلصت؟ تمام. دلوقتي نبدأ في السلطة، ودي هتاخد 10 دقايق كمان. يعني كل حاجة بتدور، خطوة تستنى اللي قبلها تخلص. مملة قوي. والنتيجة النهائية إيه؟ قطعة ستيك شكلها تحفة، بس للأسف على ما السلطة خلصت كانت هي بقت تلج. وطبعا مفيش حد بيحب ياكل ستيك بارد. موقف محبط بصراحة. لأ، أكيد في طريقة أحسن من كده، صح؟ طيب تخيلوا كده، لو كان ممكن نعمل الحاجتين دول في نفس التوقيت بالظبط. وهنا بقى بيجي دور بطل الحلقة بتاعتنا، البارallel gateway أو بوابة التوازي. شكلها بسيط جدا، معين جواه علامة زائد. وظيفتها ببساطة إنها بتدعم التوازي والتزامن. كلام مكلكع شوية، صح؟ خلينا نقولها بطريقة أبسط. بتخلي كذا مهمة يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، وبعدين ترجع تجمعهم تاني زي المايسترو كده. يعني نقدر نعتبرها زرار الإنجاز السريع بتاع أي عملية. تكة واحدة عليه تلاقي الشغل اتفرع وبقى بيتعمل في كذا حتة مع بعض. حاجة عبقرية. طيب السحر ده بيحصل إزاي؟ أول وظيفة للبوابة دي هي تقسيم الشغل. تخيلوها معايا كأنها مكنة استنساخ، بس مش بتستنسخ بني آدمين، لأ، بتستنسخ المهام. بصوا الحوار بيمشي إزاي. أمر الشغل أو التوكن زي ما بنسميه بيوصل عند البوابة دي. أول ما يوصلها هي بتعمل منه كذا نسخة، وتفتح كل الطرق اللي خارجة منها في نفس اللحظة. فجأة بقى عندنا فريق الليستيك وفريق السلطة، والاتنين شغالين على التوازي، كأننا جبنا اتنين يساعدونا في المطبخ فجأة. بس العظمة الحقيقية مش في التقسيم وبس، لأ، القوة كلها في إنها زي ما فرقت الشغل بتقدر تجمعه تاني في نقطة واحدة. ودي تاني وظيفة ليها، المزامنة أو السينكرونايزيشن. هنا بقى البوابة بتتحول لشيف كبير واقف بيراقب المطبخ. بتقف تستنى، ومش بتكمل أي خطوة بعدها غير لما كل المهام اللي شغالة دي تخلص تماماً. لازم كل النسخ اللي خرجت منها ترجع لها تاني. يعني الستيك يستوي والسلطة تجهز. أول ما ده يحصل تروح مجمعاهم في أمر واحد تاني، والعملية تكمل والعشاء يتقدم وهو سخن وريحته تجنن. ودلوقتي تعالوا نشوف الفرق بعنينا. بطريقة التقليدية المملة العشاء خد مننا 25 دقيقة، إنما لما استخدمنا بوابة التوازي إحنا بس احتاجنا وقت أطول مهمة اللي هي الستيك، فالعشاء كله خلص في 15 دقيقة بس، فرق السما من الأرض. يعني قدرنا نوفر 10 دقايق كاملين، متخيلين؟ ده معناه إن العشاء بقى أسرع بنسبة 35%. كل ده بحركة بسيطة جدا، إننا بس شغلنا حاجتين مع بعض بدل ما نقعد نستناهم بالدور. طبعا الموضوع أكبر بكتير من مجرد طبخ وعشاء. يلا بينا ناخد الفكرة دي ونطلع بيها من المطبخ على المكتب، ونشوف إزاي بتطبق في البيزنس الحقيقي. بصوا على مثال عملية تجهيز أوردر ده. بدل ما نمشي خطوة خطوة، نغلف المنتجات وبعدين نراجع ورق التأمين، ليه ما نعملش الاتنين دول في نفس الوقت؟ بوابة التوازي هنا بتسمح لفريق إنه يغلف المنتجات، وفي نفس اللحظة بالظبط فريق تاني بيخلص ورق التأمين. والنتيجة، الأوردر بيجهز أسرع، والعميل بيستلمه بدري وبيبقى مبسوط. وهنا بنشوف القوة الحقيقية للتوازي. الرمز البسيط قوي ده اللي هو المعين وجواه زائد فعلا بيغير قواعد اللعبة في أي بيزنس. الموضوع كله يا جماعة إن موائبة التوازي دي بتفتح لنا باب لكفاءة أعلى بكتير. بتخلينا نلقط الفرص اللي ممكن نعمل فيها أكتر من حاجة في نفس الوقت. بتخلي عملياتنا أذكى مش مجرد أسرع. الفكرة مش إننا نشتغل ساعات أكتر، لأ، الفكرة إننا نشتغل بذكاء أكتر. ودلوقتي السؤال اللي لازم كلنا نسأله لنفسنا، إيه هي العملية البطيئة والمحبطة في شغلنا أو حتى في حياتنا اللي محتاجة بوابة توازي عشان تسرعها وتخليها أذكى؟ فكروا كده، الإجابة ممكن تغير طريقة شغلكم للأبد.